رأيي في باليت بلاشر لارين. بصي يا ستي، لو انت قصدك باليت البلاشر دي، هي هايلايتر وبلاشر، يعني هتلاقيني عامله ريفيو كامل عنها لو رجعتي ورا كده شويه فيديوهات. هتلاقيه، او ممكن تدخلي على البلاي ليست بتاعت الريفيوهات، هتلاقي الفيديو ده تقدري تعرفي كل حاجه عنها بالتفصيل. ولو قصدك على الباليت بقى التانية دي اللي وريتها لكم، هي باليت بلاشر بس. تمام، هقولك بقى رأيي فيها دلوقتي لان ده ما نزلتوش. مبدئيا هي كيوت كده، الحجم بتاعها صغير قد كف ايدك، تقدري تحطيها في اي شنطة. فيها 5 الوان كلهم حلوين. يعني عارفين اللون اللي بيقعد عندك في الباليت ده الغريب اللي ما بتستخدميهوش، مش موجود هنا. يعني هتلاقي الدرجات كلها بتستخدميها، هتليق معاكي على اي حاجة هتحبيها في الصيف خصوصا. فحلوة يعني. سعرها كان 150 جنيه تقريبا، في الرينج ده. لو بقى هنقول البيجمنتيشن بتاعها قوي ولا لا، هعمل لكم سواتشز دلوقتي ليها. خلينا مثلا نبدأ من هنا. يعني انا يدوب بعدي ايدي مرة كده. الدرجات بس شوية شبه بعض شوية، ولكن كلهم حلوين وكلهم هتحبيهم. بصي، لو عايزه تشوفي شكلهم على البشره، هم ثابتين قوي. في التوزيع وفي الدمج سهلين خالص. عايزاهم يبقوا ثابتين اكتر، لو حطيتي بلاشر كريمي قبلهم يبقى يا سلام. بس حلوين قوي. استنوا، خلوني مثلا، انا مش حاطه اي حاجه على وشي، تمام، ولا حتى فاونديشن ولا حتى بلاشر كريمي قبل ولا اي حاجه، هي بس بفرشه، هي مش عليها حاجه. مثلا ناخد الدرجه دي. شايفين الدرجه؟ طبعا الموضوع لما بيكون فيه ميك اب بيبقى اسهل وبيبقى احلى في الشكل. تمام. اوريكم درجة تاني على الخد ده. يلا انتوا حبايبي، مش مشكلة. احنا دلوقتي جربنا دي. تحبوا نشوف ايه تاني؟ البينك مثلا، ولا افتح درجة فيهم؟ نجرب البينك. ده شكلهم على البشرة. طبعا انا مش حاطة اي حاجة خالص، زي ما قلت لكم طالعه لكم بالهالات بكل حاجة. هيفرق في الشكل، انك تتخيلي لو انت حاطه ميك اب. هيفرق حتى في الدمج والتوزيع. لو انت حاطه بيز الاول ومثبته بباودر، وهتحطي باودر على باودر، فالموضوع هيبقى اسهل لك يعني. حلوين. يعني ده رأيي الشخصي، لا حلوين ويستاهلوا انك تجيبيهم. سعرهم كويس، لو انت حتى عروسة وبتشوفي مثلا تجيبي ايه في الجهاز وكده، ده هيبقى اختيار حلو بالنسبة لك. عمليين والوانهم حلوة، وفي الاستخدام سهل. قوة اللون حلوة. مش عارفة تبقي عايزة ايه تاني من البلاشر، فهو في كل حاجة تبقي عايزاها. لو انت بس عايزة تنوع في الدرجات، يعني يكون في اختلاف فظيع، ممكن ما تستلطفيهاش عشان كده. بس هو الدرجات مختلفة، ولكن يعني قريبة من بعض سنة. لما بتيجي تطبقيها على الوش ممكن تحسي ان هي شوية قريبة من بعض. يعني انا هنا حاطة البينك، وهنا حاطة الدرجة دي هي كشمير شوية، طوبي سنة. ممكن تحسي ان هم الفرق طفيف يعني. فده الكومنت الوحيد اللي عليها وبس. شكرا.